وما تلك بيمينك يا موسى. سيدنا موسى في دلال الكمال. طب وكمال الجلال قال له ألقها يا موسى. ما ينفعش وانت عندي هنا تجيب سيرة حد غيري، ولا يجوز في حضرة الملك أن يكن لك ملكا لأنك ملكا للملك. وما تلك بيمينك أيها العارف؟ قال هي عصايا دنياي أتوكأ عليها، وظيفتي شغلتي عربيتي دكاني شركتي مصنع. ألقها يا موسى، ارمي اللي في ايدك. من اعتمد على عقله ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على الناس زل، ومن اعتمد على الله لا ضل ولا مل ولا قل ولا اختل. ارميها من قلبك وخليها في ايدك عشان يبقى فيه كمال الادب والتأدب مع الله. ادي متابعات الحق لاوليائه، بيغير عليهم يا اولاده ومش بيسالوا ليعنفوا. ان لله غيره على قلوب اوليائه. حذر بقى الغيره دي ساعه يكون في ساعه مصافاه، ساعه مناجاه، ساعه منازله، ينادي لك ايه اللي في ايدك يا موسى؟ يلقى تعلق في قلبك لغيره، يلقى جيبك مملوء بما لا يليق بنا وقلبك مملوء بما لا يليق بنا. ده سيدنا موسى جه بس ربنا معاه عصايه، لكن العصايه هنا اشاره. العصايه ايه؟ للدنيا. انت لسه متعلق بحاجه من هنا. وما تلك بيمينك يا موسى. لا اقصد عصا الصور، انما اقصد عصاة الاسباب. انت لسه عندك اسباب متكل عليها. القها يا موسى. فالقاها، لما رماها كشف الله له عن نقاب حقيقتها، فوجد ان التي كان يعتمد عليها حية تسعى. فالقاها فاذا هي يا ريتها حية ميتة، ده بتعض. تسعى يعني ذات قوة. فإذا هي حية تسعى. قال له عرفت انت كنت ماسك ايه يا موسى؟ عرفت الأسباب؟ خذها ولا تخف. يلا خلاص من دلوقتي شيل العصاية بإذن، بس لما تعرفها. قال خذها ولا تخف. احنا بقى هنحط لك فيها سر، سنعيدها سيرتها الأولى. ايه سيرتها الأولى؟ سيرة وقت أنها كانت تخدمك ولا تخدمها، ساعة كانت تسبحني بتسبحني بالتطوع لك. هذه هي دائرة الأسباب.